أهلا بيكم يا أبطال اليوتيوب في قناة سكر بنات. ده الجزء التاني من قصة أم إبراهيم. لو ما اتفرجتوش على الجزء الأول وقفوا الفيديو ده وروحوا اتفرجوا على الفيديو الأول وتعالوا كملوا القصة. بيقول كنت قاعد بفكر ايه اللي خلى الست دي تتصل بيا بعد أسبوع. أكيد عجبتها، أكيد لما شافته اشتاقت ليه، أكيد حاجات كتير أوي. المهم ايه، وأنا بتكلم لقيت التليفون بيرن، خدت التليفون ورديت عليها بسرعة. فأنا كنت لسه قافل معاها من شوية، فقلت لها خير، في حاجة؟ قالت لي بص أنا عايزة أطلب منك طلب، بس أنا مش هتكسف منك. أنا كنت مكسوفة بس أنا مش هتكسف منك بصراحة. بعد ما شفتك وعرفت قد إيه أنت كبرت وفي كل حاجة أنا بتمناها وأنا عايزاها، وكأنك مبعوت ليا يا ولا أنا هطلب منك طلب ومفيش ما بينا خشب. أنا عارفة إن فرق السن ما بيني وما بينك كبير، ولكن أنت عمرك ما هتحس بحاجة زي كده. يعني عمرك ما هتحس إن أنا في ما بيني وما بينك كل السنين دي كلها، برغم يعني إن أنا من سن والدتك وأنت من سن عيالي، ولكن أنت شفت شكلي عامل إزاي وشفت كل حاجة، فأكيد مش هتاخد بالك من الموضوع ده. فأنا رديت عليها قلت لها والله يا سوسو، أنا لو ما كانش عندك عيال شحوطة ما كنت صدقت ان انتي سنك كده وان دول عيالك. قال لها هما دول عيالك فعلا؟ فضحكت وقالت لي اه دول عيالي. قلت لها ماشي. قالت لي بص انا عايزه اطلب منك. قلت لها قولي في ايه؟ قالت لي انا عايزه جوزي. قلت لها يا لهوي يا ام ابراهيم. قالت لي ليه ام ابراهيم تاني بقى؟ قلت لها هو انت عايزه تطلعي من جوزك وتتجوزيني؟ فضحكت قالت لي رغم انك كبير بس دماغك صغيره يا واد، اتطلق واتجوز ايه؟ هو انت ايه اللي هتقدر تصرف عليا انا وعيالي؟ افهم، انا جوزي دلوقتي ما بقتش اعجبه، ما بقتش اخش مزاج، ما بقتش على هواه، بقى يشوفني يعمل نفسه مش شايفني وبيتهرب مني، وزي ما انت شايف مسافر وسايبنا، يعني مخليني في حياته علشان اربي له العيال. فانا رديت وقلت لها ده راجل مغفل صحيح. قالت لي استنى بس، وانا حاولت كتير اقرب منه ولكن هو رافض، هو خلاص ما بقاش شايفني او شافني ست كبرت. في الوقت ده انت شفتني ان انا جميلة وحلوة وشابة، ولدرجة ان انت يعني من مجرد هدوم بس شفتها ما قدرتش تمسك نفسك. ايه رأيك تبقى مكانه؟ قلت لها بصي يعني انا عارفه ان انت ست محترمه والله وانا واثق من كده يعني، بس انا معلش انا عايزه افهم اكتر يعني. قالت لي ما انا محترمه، هو انت شايفني مع ده ومع ده؟ اللي احنا هنعمله مع بعض مش حرام؟ فقلت لها انت عايزاني اجيلك يعني البيت؟ قالت لي الله ينور عليك، تجيلي البيت وتبقى جوزي. قلت لها طيب وجوزك وعيالك؟ قالت لي جوزي وعيالي ايه بقى؟ ما هم عيالي بيبقوا الصبح في المدرسة بيخلصوا وطول النهار بيبقوا في الدروس زي ما انت شايف، بيرجعوا بالليل. انت ممكن تجيلي الصبح وهم في المدرسة نقعد مع بعض. اقول لك على حاجة، جايبة هدوم لجوزي ومكلفاها وشاريها بفلوس كتير لكن ملبسها له، انما هو مش عايز ولا عايز يشوفني ولا عايز يشوفني لابسه الهدوم دي، والهدوم اتركنت في الدولاب لما خلاص العدة هتاكلها. انا نفسي البسها اوريها لحد، عايزه اشوف يعني شكلي فيها يبقى عامل ازاي، بس في عينين واحد، مش في عينيا انا، لان انا مش هبقى عارفه نفسي حلوه ولا وحشه. فانا ضحكت قلت لها ده انت مشاكلك دي يا لهوي، انا نفسي في مشاكل زي دي. فقالت لي ها ايه رايك؟ قلت لها خلاص، اول ما العيال يروحوا المدرسه كلميني صحيني وانا هجيلك. قالت لي ماشي. الصبح لقيت التليفون عمال يرن وانا بكنسل وبنام على نفسي وهو التليفون بيرن، فافتكرت ان هي هتكلمني، فقمت جريت لقيتها هي فعلا. خدت بعضي، ما غسلتش وشي حتى ولا سلمت عليهم في البيت، وخدت بعضي وطرت. رديت عليها قلت لها اعمل ايه؟ قالت لي بص استنى لما الشارع يبقى فاضي وانا فاتحه لك الباب الحديدي اللي تحت، خش وهتلاقي باب الشقه مفتوح، خش اقفل الباب وراك على طول. قلت لها البيت فاضي؟ قالت لي اه طبعا فاضي. المهم عملت كده وطلعت وجريت وقفلت الباب ورايا وببص قدامي، والله العظيم اني شفت حورية من الجنة.
انا مش متخيل فعلا ازاي واحدة زي كده جوزها مش قاعد معاها وسايبها ومخبيها عن عيون الناس كلها. يعني هو مخبيها عن عيون الناس كلها علشان محدش يشوف قد ايه هي جميلة، وفي نفس الوقت ما هوش معبرها. انا فضلت متنح، هي قاعدة تتكلم فيا وانا مش فايق ولا شايف قدامي، لحد ما قعدت تخبط على وشي. فبصيت لها كده وقلت لها إيه انتي ام ابراهيم؟ قالت لي ده هيقول لي ام ابراهيم تاني. قلت لها بس ايه سوسو ده، انتي ازاي حلوه كده؟ قالت لي شايف اللي انا لابساه ده؟ قلت لها اه. قالت لي ده بقاله 2 سنين عندي في الدولاب، جبته كل ما قرر ان انا البسه وهو موجود يسيبني وينام، ما بيشوفوش حتى. بقعد اعيط ودمعتي على خدي وارجع قلعاه ولابسه هدوم البيت على هذا الحال لحد ما تعبت وزهقت. قلت لها بصي ما يعني ما تشيليش هم، كل اللي انت نفسك فيه انا هعملهولك، انت من النهارده حبيبتي، انا بحبك يا ام ابراهيم. فبصيت لي وكنت قالت لي والنبي ما تقوليش يا ام ابراهيم دي تاني، قول لي يا سوسو زي ما انت كنت بتقولي. فقلت لها ماشي يا سوسو يلا. المهم ايه، قعدنا نرقص، وكنت جايب سيجارة كده شربناها وشهيصنا الدنيا، وقضيت ليلة من 1000 ليلة وليلة. لدرجة ان الباب خبط واحنا قاعدين، عيالها جم من المدرسة، بصوا احنا قاعدين بقالنا قد ايه، مبقتش عارف اروح فين ولا اجي منين. وهي طبعا عيالها مش واخدين عليها وهي كده ولا وهي لابسة كده. فجريت قامت مغيرة ولابسة هدوم البيت، وانا قمت بستخبي تحت السرير. وطلعت فتحت الباب للولد ابنها، فبتقول له فين اخوك؟ قال لها بيلعب كوره. قالت له اللي جابك بدري؟ قال لها بدري ايه ده انا اتاخرت، ده انا خفت ان انتي تزعقي لي عشان اتاخرت. قالت له طب خد يا ولا انزل هات عيش. قال لها طب اصبري حاضر. قالت له لا خد انزل هات عيش دلوقتي. الواد نزل وهي بصت من البلكونه، اول ما لقيته بعد راحت منزلاني. انا طبعا نزلت على ملا وشي ورحت البيت. اليوم ده فضلت قاعدة على السرير افكر في اللي حصل، حاسس ان انا ملك زماني، اول مرة احس ان انا راجل، اول مرة احس ان انا يعني حلو ومفيش مني اتنين. فضلنا على الحال ده كتير والسنين تعدي وانا معاها. باخد منها فلوس، بروح لها، بتغير عليا موت موت موت. الوقت اللي جوزها بيبقى موجود فيه ببقى مولع وببقى مش طايق نفسي، وكل شويه بقعد ابص على شقتها. بس هي بتقولي يعني ان خلاص الموضوع ما بينها وما بين جوزها بقى زي قلته، مات يعني مش موجود. بحاول اصدقها لحد ما حبيت واحده وتقدمت لها واتجوزنا. وطبعا هي مولعه مش طايقه نفسها، هتموت بسببي. يوم صباحيتي امي كانت عندي، فاحنا كنا قاعدين بنتكلم وبنضحك، فبتقولي اسكت مش ام ابراهيم الاسعاف جت خدتها امبارح؟ فانا بقول لها ام ابراهيم مين؟ قالت لي جارتنا ام ابراهيم اللي عندها عادل وابراهيم. قلت لها وبعدين ايه اللي حصل لها؟ قالت تعبت امبارح والاسعاف جت خدتها بعد ما انت مشيت. فانا فهمت ان هي تعبان على اخرها. طبعا قلقت عليها لان هي 10 سنين، وبصراحة انا بحبها، بس خلاص ما هو انا انت يا ام ابراهيم اتجوزتي وخلفتي وشفتي حياتك، وانا شاب لسه صغير، ما انا من حقي برضه اشوف حياتي واتجوز واخلف حتى لو احنا بنحب بعض يعني انا مش معقول هوقف مستقبلي كله عليكي. رغم ان انا حقيقي يعني ما شفتش ولا هشوف ست زيها، رغم ان اتجوزت واحدة جميلة جدا بس برضه مش زيها، هي ليها كده طبع خاص سبحان الله. المهم ايه، في يوم كنت عند اهلي والاقي الباب بيخبط، نفتح الاقيها في وشي. فانا تنحت لان امي موجوده ومراتي موجوده وكله موجود. يا نهار اسود دي عايزه ايه الوليه دي؟ المهم قالت لي تعالى عايزاك. قلت لها اجي فين؟ فامي قالت لها اتفضلي يا ام ابراهيم. قالت لها لا بس انا عايزاه بس هقول له حاجه. المهم طلعت فبقول لها في ايه؟ قالت لي انت لو ما جيتليش زي ما كنت بتجيلي قبل كده والله العظيم لا اقول لمراتك على كل حاجه، استنى مني مكالمه تليفون وهقولك تجيلي فيها امتى. وخدت بعضها ومشيت. فانا قعدت افكر طب اقول ايه للناس اللي جوه دول. فدخلت، فامي بتسالني في ايه، هي الوليه دي عايزاك ليه واشمعنى انت لوحدك يعني ما دخلتش ليه؟ قلت لها ما فيش، اصل الولد عادل ابنها اكتشفت ان هو بيشرب سجاير وهي عارفه ان عادل بيخاف مني وبيسمع كلامي، فبتكلمني ان انا ايه اكلمه لحسن ابوه لو عرف هيطين عيشته، وصدقه وخلاص الموضوع عدى.
رحت لها في الوقت اللي هي قالت لي عليه فيه، وعملنا مع بعض زي ما بنعمل كل مره، وقالت لي بص انا متنازله عنك لمراتك ولكن انت لازم تجيلي. قلت لها خلاص انا مش عايز اجي دلوقتي ومش هينفع. قالت لي هو انت لما لقيت واحده تانية خلاص مش ما بقتش عايزني؟ قلت لها يا ستي انا بحبك بس خلاص مش هينفع، اعمل ايه؟ هنفضل عايشين في الحرام طول عمرنا يعني خلاص؟ قالت لي لا انا ماليش دعوه، اتصرف. المهم ايه، نزلت اليوم ده وانا بصراحه انا مش عارفه اعمل ايه. انا مش عايزه افضل اكمل في الطريق ده، ومش مجرد ان انا شفت نفسي، لا انا واحد يعني خلاص يعني كنت بعمل غلط عايزه اوقفه. مش عيب، ما هو انا مش عشان اتجوزت افضل بقى ايه معاها بحجه ان انا ما اسيبهاش يعني، او ان انا ما اتخلاش عنها. وبصراحه انا مش عارفه اعمل معاها ايه، وشكلها ناويه على الشر، وشكلها مش عايزه تجيبها البر. طيب بصي يا اخينا، هو بصراحه يعني ايه، انت مشيت في طريق وشكلك هتدفع حسابه في الاخر، لان واحده زي دي اكيد مش باقيه على حاجه في الدنيا، وشايفه ان انت خلاص يعني انت اتجوزت وشفت حياتك وسبتها. فهي حاجه من الاتنين، ابعد عنها واستنى، يا اما هي تعرف واحد تاني وخلاص تكبر دماغها، يا اما تقرر ان هي خلاص بقى عليها وعلى اعدائي. بص اقولك على حاجه، اقعد اتكلم معاها، ربنا ستركوا في السنين اللي فاتت دي كلها وما فضحكوش وما تعرفش انتوا بتعملوا ايه، تمام؟ ممكن لو فضلتوا مكملين ده عاجلا ام اجلا هتتعرف، مفيش حاجه بتفضل مستخبيه في السر. بتعملوا ايه مع بعض؟ ممكن جدا جوزها يعرف، ساعتها هي هتخسر بيتها وعيالها، وانت كمان هتخسر مراتك. فانت لازم تفهمها ان انتوا لازم توقفوا الموضوع ده، وقول لها لو هي مش مرتاحه مع جوزها ومش عايزاه ممكن تطلق وتتجوز واحد تاني ارحم لها من اللي هي بتعمله ده، يا اما تقعد تتكلم مع جوزها يصلحوا حياتهم. بس دي نصيحتي. هسيب الناس تقول لك رايها، متنسوش يا جماعه تقولوا رايكم، ومتنسوش تدوسوا لايكات كتير على الفيديو ده، واستنوني في قصص جايه كتير. خلوا بالكم.